تتبيلات الفراخ كتيرة جدا. النهاردة هعمل معاكم تتبيلة مميزة للفراخ مع الخضار، ومش قادرة اقول لكم طعمها وريحتها خطيرة، والفراخ جوسي جدا. اول حاجة انا النهاردة هستخدم الخضار اللي انتوا شايفينه، جزر وبطاطس، وكمان هستخدم بروكلي. انا استخدمته مجمد وده النوع ده حلو قوي. هضيف عليه شرايح البصل والثوم، هضيف ورق لورا وحبهان، ممكن نضيف اي منكهات تانية انتوا بتحبوها، وهنتبله. والتوابل اكيد هكتبها لكم تحت الفيديو. وزيت زيتون، ممكن نستخدم اي زيت عادي او سمنة او زبدة. وهقلب كل الخليط ده كويس جدا مع بعضه وهسيبه على جنب. لتتبيلة الفراخ معايا معلقة ثوم وعصير ليمونتين، والتوابل برضو هكتبها تحت الفيديو، وزيت زيتون. والنهاردة هستخدم باربيكيو، حوالي 3 معالق كبار باربيكيو. وهقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. والنهاردة هستخدم الفروج الصغير. الفرخة قسمتها 2، وبعد كده عملت فيها فتحات، وهضيف عليها الخليط. طبعا غسلتها ونشفتها، وهضيف عليها الخليط واقلبها كويس جدا في الخليط، واحطها فوق صينية الخضار. والكميات دي طبعا انتوا اللي بتحددوها. وهضيف كوباية من المية، وهغطي الاول بورق زبدة وبعد كده فويل، اول نص ساعة او 40 دقيقة حسب حجم الفراخ. وبعد ما شلت الفويل بالفرشة والباربيكيو صوص وهدهنها بالشكل ده، وهرجعها تكمل سوا، واخر 10 دقايق هشغل الشواية.